بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. شاهدت المناظرة التي دارت بين الشيخ حسن اللاهياري وبين البلطجي عديم الأخلاق وليد إسماعيل، والمناظرة كانت حول موضوع هل أبو بكر مسلم أم كافر. وقبل أن أتكلم على هذه المناظرة الأخيرة، تعالوا معي نتكلم عن المناظرة التي دارت بينهما في نفس الموضوع قبل سنوات. كان قد اتفق الشيخ حسن مع وليد على أن يظهر معه بالصوت والصورة في نفس الشاشة، فظهر معه لمدة دقيقتين، ثم أغلق الكاميرا وادعى أن عنده خلل، ثم تناظر معه فقط بالصوت. عجيب، ما علينا نمشيها. في الأشهر الماضية قام الحاج وعد اللامي بمناظرة وليد في موضوع رزية الخميس، وأيضا طلب منه الحاج وعد أن يظهر معه بالصوت والصورة على الشاشة، وادعى وليد أن الرابط لا يعمل فناظره فقط بالصوت. عجيب، ما علينا نعديها يا أخويا، ما فيش مشكلة. في الأسبوع الماضي قام الشيخ حسن اللاهياري بمناظرته وقال له اظهر معي بالصوت والصورة في الشاشة، فقال وليد أيضا أن الرابط لا يعمل. عجيب، هو في إيه؟ دائما الرابط لا يعمل ولا إيه؟ لماذا يخشى أن يظهر مع الشيعة في قنواتهم؟ وفي يوم الجمعة تمت المناظرة أخيرا بين الشيخ حسن اللاهياري ووليد، وأخيرا وليد ظهر على الشاشة بالصوت والصورة والحمد لله، وأخيرا. ولكن كم دقيقة بقي على الشاشة مع الشيخ حسن؟ قرابة 4 دقائق فقط عندما بدأت المناظرة. فقام وطرح سؤال واحد رغم أن الذي كان سيبدأ هو الشيخ حسن، ولكن لأن هذا الوهابي كان مستعدا للهروب أصر على أن يبدأ هو أولا ويأخذ دقيقة، وقال أنه سؤال صاروخي ويتحدى أن يجيبه الشيخ، ظنا منه أن الشيخ حسن لن يجد جوابا له. والسؤال كان: هل حين تزوج أبو بكر بأسماء بنت عميس، قبل أن أكمل سؤال، هل لاحظتم أن أهل السقيفة دائما يتكلمون حول الزواج؟ الأبناء، خال المؤمنين، أم المؤمنين، لماذا علي سمى أولاده بأسماء أبي بكر وعمر؟ كيف النبي تزوج عائشة إذا كانت منافقة؟ معاوية خال المؤمنين، عائشة أم المؤمنين، أيوجد شخص يسب أمه؟ هل شاهدتم هذه الحجج المخزية؟ دائما تجدها في ألسنتهم. ونفس الشيء فعل وليد مع الشيخ، وطرح السؤال وقال: هل حين تزوج أبو بكر بأسماء بنت عميس، هل كان أبو بكر مسلما أم كافرا؟ يا له من سؤال صعب يا رجالة، سؤال صاروخي. فطلب منه الشيخ حسن اللاهياري ألا يقاطعه كي يجيبه، فأجابه الشيخ وقال أنه إذا كان وليد يريد أن يثبت إسلام أبي بكر الظاهري كما كان لكثير من المنافقين أنهم كانوا يعاملون معاملة المسلمين، فنحن لا ننكر ذلك، وهذا أمر متفق عليه بين المسلمين. هذا كان نص كلام الشيخ حسن اللاهياري. فقام وليد مباشرة يقاطع الشيخ حسن من الثواني الأولى، وبدأ يكبر ويهلل ويقول: انتهت المناظرة، انتهت المناظرة، الله أكبر، الله أكبر، تكبير يا إخوان. وهو يكبر ذكرني بجملة مفضلة: يا هلا يا مرحبا يا سعى سلم يا تكبير يا تفجير يا رضاع الكبير يا إيرانية السبب. إيه في إيه يا عمي وليد؟ أنت أترك الرجل يكمل 10 دقائق، وإذا لم يجيبك عن سؤالك قل انتهت المناظرة، ثم كبر وفجر نفسك، ما فيش مشكلة. ثم مباشرة كي لا يترك مجال للشيخ أن يجيبه بدأ يسب ويشتم ويقول: ده أنا حديك ب60 جزمة، يا أوسخ جزمة، امشي يا ابن الجزمة. ما هذا؟ هل هذه أخلاق؟ أخلاق شوارع؟ ما هذه البلطجية؟ ما دخل أبي في المناظرة حتى تقول له امشي يا ابن الجزمة؟ هل هو سب أبوك؟ أم تجاوز عليك؟ هل هذه أخلاق؟ هل هذا الشخص عديم الأخلاق يمثلكم يا وهابية؟ هل تفتخرون بهذا الشخص؟ أنا لا أستغرب منه هذا السب والشتم، فهو مواطن يصلح الموبايلات، أخذه الوهابية وجعله شيخا يناظر مشايخ الشيعة، فهنيئا لكم به. والحمد لله الذي جعل أعداءنا بهذا المستوى من الانحطاط الأخلاقي، فبسببهم يتشيع الآلاف من الناس والحمد لله. ولكن أنا عندي عتب بسيط على الشيخ حسن اللاهياري، كيف قبل مناظرة هذا البلطجي عديم الأخلاق؟ وهل تعلم يا شيخ حسن أن هذا البلطجي ضحك على قطيعه وزور الإيميلات في شهر رمضان أمام أتباعه على المباشر، فقمت بفتحه شر فضيحة، ثم خرج وقال: تعال نتباهل على أنه لم يزور الإيميلات، وإذا به هو بنفسه يعترف بأنه زور الإيميلات، فعلى ماذا كان يطلب المباهلة؟ الله أعلم. يريد أن يباهل وهو يعلم أنه مزور كذاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلى اليوم لم يعتذر من أتباعه حين استخف بعقولهم في شهر رمضان، وهم كالقطيع يصفقون له وهو يضحك عليهم ويستخف بعقولهم. فهل أمثل هذا المنحط إخلاقيا يناظر؟ هذا المزور للإيميلات ناظرته قبل سنوات حول سورة التحريم، واشترطت عليه عدم التردي على أصنامه، وإذا تردى يعلن على نفسه الهروب. وبعدما أثبت له أن سورة التحريم نزلت تدين عائشة وتثبت نفاقها، لم يتحمل وخلى بالشرط الذي اشترطته عليه وهو عدم التردي، فبدأ يتردى ويشتمني ويسبني حتى هرب. فأمثل هؤلاء هم فقط أصحاب شو من أجل جمهورهم، فقط يريد أن يظهر أمام أتباعه أنه بطل يناظر مشايخ الشيعة، وهو جاهل يجهل أبسط الأشياء. ثم قال قبل أن يهرب من مناظرة الشيخ حسن، كرر نفس السؤال على الشيخ وقال: هل تقر أن أسماء حين تزوجت أبي بكر كان مسلما؟ هل تقر ذلك؟ طيب ثم ماذا؟ تزوجت به وكان مسلما، ثم ماذا؟ هل هذا يثبت إسلام أبي بكر الباطني أم فقط الظاهري؟ هذا يا جاهل إسلام ظاهري، وهو الذي يظهره الشخص الذي يدعي الإسلام.
حيث يصلي، يزكي، يحج مع المسلمين، ويفعل كل ما يفعله المسلم في الظاهر. أما في الباطن فهو منافق، كما تزوج كثير من المنافقين وهم في الظاهر مسلمين، كما أن رسول الله تزوج بعائشة وهي مسلمة في الظاهر ومنافقة في الباطن. ثم ماذا؟ هل هذا السؤال محرج يعني؟ لا يوجد له جواب؟ هذا عديم الأخلاق كانت عنده خطة من البداية أنه لا يظهر مباشرة مع الشيخ حسن، وعندما ظهر لم يتحمل فقرر الهروب من أول دقيقة. واضح أنه جاء مستعدا للهروب من المناظرة، حتى بعد ذلك يبدأ يكبر في قناته ويقول هرب الشيخ حسن الله ياري، ثم يجعل لنفسه انتصارات وهمية. يا للخزي والعار.